مساء الأكشن يا أبطال، إيه الأخبار؟ يلا بينا. بتبدأ القصة النهاردة في مكان مهجور في قلب الصحراء وما فيهوش أي حد خالص، والوحيد اللي بيقعد في المكان ده هو رجل حارس المسؤول عن السكة الحديد، والمطلوب منه إنه يقف ويعمل إشارات معينة أول ما القطر يوصل ويفصل بين القطارات، وكل ده بيكون طبعا في مواعيد محددة متعود عليها كل يوم. وبنفهم إنه شغال في المكان ده بقاله سنين طويلة وعنده خبرة كبيرة في الشغل ده، وطول الوقت عايش لوحده، مش بيتعامل مع بشر خالص ولا بيتكلم مع أي حد، وكل حاجة بتكون ماشية بنفس الطريقة. لحد ما في يوم وهو واقف يشوف شغله وبيتفاجئ إن في بنت مرمية على الأرض، وبيكتشف إنها نطت من القطر، ولما بيلاقيها مغمى عليها بيشيلها وبياخدها للبيت عنده. ولأنه بقاله كتير ما تكلمش مع أي حد ولا شاف أي شخص، كان متفاجئ بشكلها وقربها منه، وبيفضل قاعد جنبها لفترة طويلة بيتفرج عليها وهو ساكت. أول ما البنت بتفوق بتتخض لما بتشوفه قدامها وبتخاف جدا منه، مش بتكون فاهمة إيه اللي جابها هنا، وبتقوله إن اسمها شيتلي، وراجو بيحكي لها إنه شافها وهي بتقع من القطر وبعدها أغمى عليها على طول، واضطر ياخدها للبيت عنده بدل ما تفضل في الشارع. وفي اللحظة دي شيتلي بتفتكر اللي حصل، وبتقوله إنها كانت مسافرة مع جوزها وقامت تدخل الحمام، وبالصدفة كان في 2 بيتخانقوا قدامها، وحاولت تفضي الخناقة اللي بينهم، وللأسف زقوها وقعت بالغلط من القطر. وبتفكر في جوزها لأنه أكيد قلقان عليها جدا ومش بتكون عارفة توصله إزاي. وراجو بيشرح لها إن المنطقة هنا مقطوعة تماما ومفيش أي مكان قريب منهم يقدروا يروحوا عليه يطلبوا حتى المساعدة، ده غير كمان إن مفيش هنا أي وسائل مواصلات، والحل الوحيد إنها تفضل مستنية جوزها لأنه أكيد هيحاول يدور عليها ويرجع لها هنا تاني. وللأسف شيتلي ما بترضاش تسمع كلامه وبتصمم تخرج تدور بنفسها، وبتفضل ماشية فترة طويلة في الصحراء لدرجة إنها بتتعب جدا ومش بتكون قادرة تكمل، وفي الآخر بيغمى عليها مرة تانية. ومن حظها الحلو إن راجو بيكون ماشي وراها بالحمار بتاعه وبيقدر يوصل لمكانها في الوقت المناسب، فبياخدها وبيرجع بيها للبيت مرة تانية، وبيحاول يعالج الإصابة اللي في رجليها، وبيستغرب لما بيلاقيها خايفة منه وبيحاول يطمنها على قد ما يقدر، وبيأكد لها إنها مش هينفع تمشي من هنا إلا لما حد يجي ياخدها، يا إما هتوه في الصحراء بقى وهتموت. وبالرغم من كل ده ما بتكونش واثقة فيه خالص لأنه شخص غريب عنها وما تعرفش عنه أي حاجة، وبتخاف كمان تنام عنده في البيت لأنه ممكن يعمل فيها أي حاجة غلط، بس لأنها ما عندهاش أي حل تاني بتستسلم للأمر الواقع وبتضطر تبات عنده. وأول ما بتدخل الأوضة بتنام من كتر التعب، وبتقوم فجأة مخضوضة وبتفضل تبص على راجو علشان تتأكد إنه بعيد عنها ومش هيأذيها. وبعدها بكام ساعة راجو بيحس إنها متضايقة من وجوده وبيتحرج وبيخرج يقعد بره البيت، وفي اللحظة دي هي بتستريح لما بتتأكد إنها في البيت لوحدها وبتنام بكل هدوء. وتاني يوم الصبح راجو بيقوم بدري جدا وبيبدأ يشوف شغله اللي متعود يعمله كل يوم، وبيبدأ يجيب شوية مية من البئر اللي موجود في المكان، وبيستنى القطر اللي عليه الدور وبيعمل الإشارة بتاعته كالعادة. ولما شيتلي بتصحى بيقعد يتكلم معاها شوية وبيحكي لها إنه بقاله 10 سنين في المكان ده وما كانش بيتعامل مع أي بشر خالص طول الفترة دي، وعلشان كده مبسوط بوجودها وحابب يتكلم طول الوقت من كتر الحماس اللي حاسس بيه. ومع الوقت شيتلي بتبدأ تثق فيه، خصوصا إنه ما حاولش يضايقها طول الليل لدرجة إنه ساب البيت وخرج بره علشان يسيبها براحتها. وبعدها بشوية راجو بيحاول يهون عليها لما بيلاقيها متضايقة، وبيقول لها إن في تليفون هنا ولكن استقبال بس، وبيوعدها إنه أول ما التليفون يرن هيديلها الخط على طول وتحاول تطلب المساعدة، يمكن تقدر تخرج من هنا زي ما هي عايزة وتطمن جوزها. وبيشوف إن جوزها أكيد بيدور عليها دلوقتي وإنها مش لازم تقلق من حاجة زي دي. وفعلا بعد كام ساعة التليفون بيرن وبيرد راجو علشان يبلغ المسؤولين بوجود شيتلي، والغريب إنها بفجأة بتقفل الخط في وشهم قبل ما يتكلم ويقول أي حاجة، وبتصدمه لما بتقوله إن الحقيقة وإن مفيش أي حد رماها من القطر زي ما قالت، وإنها نطت بنفسها لأنها كانت بتحاول تهرب من جوزها، وإن حياتها كلها مشاكل وما كانتش قادرة تتحمل تعيش أكتر من كده. وبتقرر تحكي له القصة من الأول بالتفصيل، وبنرجع بالزمن كام سنة لورا وبنشوفها بتتعرف على واحد اسمه سانشو، وبدأت تعمل معاه جلسات نفسية بما إنها دكتورة،
وكانت بتحاول تخرجه من الاكتئاب اللي فيه. وبنعرف إن مراته انتحرت وحالته كانت صعبة جدا، وفضل فترة طويلة في نفس الصدمة دي ومش قادر يخرج منها. ولأنها دكتورة شاطرة قدرت تعالجه وتحسن شخصيته وترجعه زي الأول وأحسن. وبدأوا يقضوا فترة طويلة جدا مع بعض كل يوم ويتعرفوا على بعض أكتر، لحد ما سانشو رجع لحالته الطبيعية مرة تانية. وبعدها بكام شهر بقوا أصحاب جدا وبيخرجوا مع بعض كل يوم تقريبا. وللأسف بسبب قربهم من بعض حبته واتعلقت بيه جدا، وبعد فترة اتجوزوه بالرغم إن كل أهلها ما كانوش موافقين على حاجة زي كده، وده لأنه كان مريض عندها وشيء مخالف للقانون، وطول الوقت كانوا شايفينه مجنون. بس بالرغم من كل ده شيتلي رفضت تسمع كلام أي حد وصممت على رأيها واتجوزته في الآخر. ومع الأيام بدأ يظهر على حقيقته ويتصرف معاها بطريقة غريبة جدا، وطول الوقت بيعمل مشاكل ملهاش أي لازمة ولا تفسير. وبدأ كمان يمد إيده عليها ويضربها كل يوم تقريبا، وطول الوقت بيشرب ومش فايق ولا في وعيه أصلا. وللأسف بدأ يبقى مدمن كمان، والوضع خرج عن السيطرة وحياتهم اتقلبت لجحيم. وبنرجع تاني للحاضر، وبتبدأ شيتلي تثق في راجو وبتحكي له كل حاجة عن حياتها، وبتقرر تروح تدخل الحمام براحتها بما إنها بقت مرتاحة ليه وواثقة فيه. وبعد ما بتخلص راجو بيديلها طقم نظيف علشان تلبسه، وبيسألها تتصرف ازاي دلوقتي وناوية على ايه. وبتقرر تكمل باقي القصة وتحكي له كل اللي حصل. وبتقول له إن سانشو كان بيعذبها فترة طويلة، وفي يوم قدرت توصل للمذكرات بتاعته وتقراها. وهنا كانت الصدمة، لأنها بتكتشف إنه هو اللي قتل مراته وإنها ما انتحرتش زي ما كان بيقول. وبتتصدم كمان إنه قتل ممرضة في المستشفى قبل كده من كام سنة، وكتب كل اللي حصل بالتفصيل في المذكرات بتاعته. وقبل ما تكمل قراءة سانشو بيدخل عليها وبيكتشف إنها قرت المذكرات وعرفت حقيقته، والمرة دي بيضربها بكل عنف. وعلشان يهرب من الشرطة بياخدها بالعافية وبيركب القطر، وكان ناوي ياخدها لمكان معين كده، بس هي استغلت الفرصة ونطت من القطر ووصلت للمكان اللي هي فيه دلوقتي. وبيزعل راجو عليها جدا لما بيعرف قصتها، وبيقول لها إنها كمان وحيدة وطول الوقت بتعاني ومش حاسس بأي معنى لحياته. ومع الوقت بيبدأوا يتعودوا على بعض أكتر ويقربوا من بعض أكتر. استغل كل ساعة اللي هو بيشتغل فيها بره، وبتبدأ تنظف البيت وتعمل له أكل كويس وبتغير حياته بالكامل. وفي يوم وهي بتنظف بتلاقي صندوق قديم وموجود جواها صفحات من جرايد قديمة جدا، وبتتصدم لما بتعرف إنه هربان من السجن ومتهم في جريمة قتل 4 أشخاص، وإنه عايش بهوية شخص تاني. وبتقلق منه جدا ومش بتكون عارفة تتصرف إزاي. وأول ما بيدخل عليها بتمسك السكينة وبتهدده علشان ما يقربش منها. ولما بيتحط قدام الأمر الواقع بيقرر يعترف لها بالحقيقة، وبيحكي لها إنه من كام سنة اتعرف على بنت كان معجب بيها جدا، بس للأسف خانته وراحت اتجوزت واحد أغنى منه بكتير. وبعدها بفترة مامته جابت له عروسة جديدة وكان موافق عليها، وأول حاجة سألها عنها لو بتحب حد أو في حد في حياتها. ولما بيتأكد إنها كمان موافقة عليه بيفرح جدا. وبعد كام شهر اتجوزوا وكل حاجة كانت ماشية تمام التمام. وبسبب قلة الفلوس كان مضطر يروح يشتغل في مزارع بعيد عن بيته، وكان 24 ساعة مشغول وبيبذل مجهود كبير جدا في الشغل. ومراته كمان كانت بتساعده على قد ما تقدر. وبعدها بفترة خلفوا طفل وبقى أب، وبعد كام سنة جابوا طفل تاني. والغريب إن مراته ما كانتش عايزة تخلف تاني، وصممت إنه يعمل عملية علشان يبقى عقيم علشان ينهوا الحوار ده خالص. وللأسف هو نفذ كلامها لأنه كان عايز يرضيها. وهنا كانت الصدمة، لأنه لما راح للدكتور علشان يعمل كده الدكتور أكد له إنه أصلا عقيم وما ينفعش يخلف، وطبعا ده معناه إن العيال دول مش ولاده. وفي نفس اليوم ده رجع البيت وهو زعلان جدا وغضبان، واتأكد بعينيه إن مراته بتخونه مع ابن عمه، وما كانش قادر يصدق من كتر الصدمة اللي هو فيها ولا قادر يتصرف ازاي. وعرف منهم إن الطفلين دول من ابن عمه، وده معناه إن كل اللي عايش فيه مجرد كذبة. وللأسف من كتر الغضب ما كانش شايف قدامه وقتلهم هم ال4، وما كانش حاسس هو بيعمل ايه. وبيعترف لشاتلي إنه ندمان جدا وطول الوقت حاسس بالذنب بسبب الأطفال اللي قتلهم، وبيفضل يعيط على اللي حصل. وطبعا شاتلي بتتأثر بالقصة وبتحاول تهون عليه على قد ما تقدر، وبتقول له إن أي حد مكانه كان هيتصرف بنفس الطريقة. وبيكمل لها القصة وبيقول لها إنه أول ما قتلهم بدأ يهرب من الشرطة بسرعة، وبالصدفة قابل راجل اسمه راجو وبيشتغل حارس في السكة الحديد، وفضل يشتغل معاه فترة لحد ما الراجل ده مات. واستغل الفرصة أخد البطاقة بتاعته واشتغل مكانه، ومن ساعتها ما خرجش من المكان ده بقاله 10 سنين. وشاتلي بتزعل عليه جدا وبتحس بالمعاناة اللي عايش فيها بقاله سنين، وبتكمل معاه فترة وتخرج كمان تساعده في الشغل. ومن هنا بيبدأوا يقربوا
من بعض اكتر. وبعدها بكام ساعة بتقرر تروح تشرب من البئر لوحدها، وفي الوقت ده السينشو بيوصل لنفس المكان وبيسأل راجو عليها وبيقول له انه بيدور على مراته بقاله فترة طويلة. فبيتوتر راجو جدا وبيحاول يخبي عليه، وبيأكد له ان مفيش اي ست عدت من هنا خالص، وبيألف قصة من عنده وبيقول له ان مراته مريضة وبتتعب طول الوقت وبيغمى عليها، وبيعرفوا انها وقعت من القطر في المنطقة دي واكيد حالتها دلوقتي مش كويسة ومحتاجة حد يساعدها، وبيقول له عليها انها مريضة نفسيا وممكن تأذي نفسها، وبيأكد عليه لو شافها هيقول له ضروري. والغريب انه بيعرف نفسه على انه دكتور نفسي. وبعد ما بيقول كل الكلام ده راجو ما بيكونش عارف يصدق مين فيهم، وبعدها بشوية بيروح يتكلم مع شاتلي وبيواجهها بكل الكلام اللي جوزها غاله. وطبعا شاتلي بتتصدم انه موجود وبتخاف جدا، وبتحلف لراجو انه كذاب وانه بيقدر يقنع اي حد بكلامه، وبتخاف جدا يعرف مكانها لانه هيقتلها بدون اي تفكير. ولما بتحس ان راجو مش مصدقها بتقول له انهم لازم يروحوا للشرطة، وطبعا هو بيرفض وبيخاف جدا لان الشرطة ممكن تكشف امره ويتحبس في الاخر. وللاسف بيسلمها لجوزها في الاخر وبيشوفه وهو بياخدها وماشي قدام عينيه، وبيتصدم لما بتفضل تنادي عليه وبتقول له انها عايزة تفضل معاه ومش عايزة تمشي من هنا تاني ابدا. والغريب ان راجو بيقف قدام سينشو بكل شجاعة وبيطلب منه يسيبها مادام هو كده عايز يقتلها، وانهم عايزين يعيشوا مع بعض بكل سلام من غير مشاكل. فشاتلي بتستغل الفرصة وبتضربه بالسكينة في ظهره لحد ما بيقع على الارض، وللاسف بيتفقوا هما الاتنين عليه في الاخر وبيخلصوا عليه بكل وحشية، وبياخدوا كل الورق اللي في جيبه علشان يدفنوا الجثة ويخبوها. وبيتصدم راجو لما بيتأكد من الورق انه فعلا دكتور نفسي وكل كلامه كان صح، وان شاتلي مريضة واسمها الحقيقي شيكا وهي اللي بتلعب بيه طول الوقت ده، وكانت مريضة عند الدكتور وبيحاول يعالجها، وفي الاخر بتهجم عليه هو كمان وبتحاول تقتله، ولانه اقوى منها بكتير بيقدر ينقذ حياته من الموت وبيخلص عليها وبيرجع لحياته الطبيعية مرة تانية. وبنكتشف في الاخر خالص ان راجو هو المختل عقليا، وانه ما كانش متجوز وكان متعلق ببنت متجوزة راضي الغني، وفي يوم دخل قتلها هي وجوزها واولادها وهرب من الشرطة، وبعدها قتل الشخص اللي اسمه راجو وتخلص من الجثة بتاعته واخد مكانه في العالم من غير ما اي حد يحس باي حاجة خالص. وفي اللحظة دي الحقيقة بتتكشف بالكامل. راجو اللي كان باين انه مجرد حارس عايش لوحده في قلب الصحراء طلع هو اخطر شخص في القصة كلها. بعد ما تخلص من شاتلي اللي كان اسمها الحقيقي شيكا بيرجع يقف قدام السكة الحديد زي كل يوم كأن ما حصلش اي حاجة. القطر بيعدي والصحراء بترجع هادية تاني، لكن السؤال المرعب هنا كام سر مدفون في المكان ده وكام شخص اختفى قبل كده من غير ما حد يعرف. والاغرب من كل ده، هل راجو فعلا مجرد حارس للسكة الحديد ولا هو حارس لسر مظلم محدش يعرفه غيره؟ قولوا له في التعليقات لو كنت مكان راجو كنت هتصدق شاتلي ولا كنت هتصدق جوزها. ولو القصة عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة علشان يوصل لكم كل جديد. وسلام يا ابطال.